اكيد انت بتقلب على الفيسبوك او انستجرام لقيت حاجه كانت عاجباك وعايز تشتريها، بس لما تيجي تشتريها بتلاقي من مواقع بره اونلاين، وفي ناس اصلا بتخاف تشتري من مواقع اونلاين اللي هي سوق وجوميا، فتخيل بقى انك تشتري من مواقع بره من الصين. الفيديو ممكن يبقى طويل شويه، بس انا حبيت انقل كل تفصيله صغيره من اول ما تشتري وتدفع الفلوس وتخش على الموقع وتعمل اكونت لحد ما الحاجه توصل لك هنا وتروح تخلصها من الجمارك. مش هيبقى مجرد رغي وخلاص، لا ده كمان هوريكم ازاي والمشاوير تروح ازاي. خلينا متفقين ان اي حاجه انت عايز تشتريها هتلاقيها اونلاين بسعر احلى وبسعر ارخص وبجوده احلى من مواقع زي امازون او علي اكسبريس او جيك باينج، الحاجات دي كلها. يعني مثلا عندك مثلا الجاكيت دوت اللي كنت جايبه ب 120 جنيه، الكفر دوت اللي كنت جايبه ب 18 جنيه، الموبايل اصلا ذات نفسه كنت جايبه بارخص من سعره هنا ب 1000 لحد 1500 جنيه مثلا. بس الموضوع طبعا مش بالتفاهه ديت، وفي نفس الوقت مش بالتعقيد اللي الناس فاكراه دوت. حاجه هتبدا بيها الفلوس اللي انت اصلا هتشتري بيها الحاجه اللي هتجيلك. الموضوع مش بسهوله انك في مندوب هيجيلك تحت البيت ويقول لك ايه خد الحاجه ايه وهات الفلوس، لا انت بتدفع الفلوس الاول. وهنا بقى تبقى نقطه الخلاف عند ناس كتير، اللي هو يعني ما يرضاش يقول لك ما ادفعش فلوس في حاجه انا ايه لسه ما جبتهاش. بس طبعا المواقع ديت موثوقه وفيها طرق تامين كتير قوي على فلوسك. اول حاجه هتكلم عن تجربتي انا والحاجه اللي انا جربتها يعني ومتاكد منها. اول حاجه البنك الاهلي العادي، مش اللي هو الدفع المسبق او البريبيد، لا اللي هو الحساب العادي الجاري الديبت العادي دوت بلاش منه. ليه؟ لانه اول حاجه مشاكل البنك الاهلي كتير ذات نفسه، انا اتخنقت اصلا منهم ومن الوقفه ومن الطوابير اللي بتقف عليها عشان تفتح حساب او عشان تفعل اي خدمه. فغير ان الليميت بتاعه قليل. ايه الليميت ده بقى؟ ده الحد الاقصى انك تشتري، الليميت بتاعه $300 يعني كبدايه. $300 حلو جدا، يعني انت اصلا اقصى حاجه تشتري بيها $300 في الشهر. فانت مثلا لو عايز تشتري مثلا موبايل ب 220 فهتلاقي نفسك مستني الشهر الجاي لو عايز تشتري حاجه ثانيه. فالحل اللي انا بنصح بيه بقى واللي انا جربته الصراحه مستريح معاه هو البنك المصرفي المتحد. انت هتروح البنك المصرفي المتحد معاك 10 جنيه ومعاك بطاقه في ايدك الثانيه وتقول لهم انا عايز اطلع انترنت كارد ديت، هتستلمها بالظبط في 10 ايام. هتملى استماره يقول لك تعالى كمان 10 ايام استلمها. دي فيها حاجه حلوه وحاجه وحشه. الحاجه الحلوه ان انت الليميت بتاعها $1000 فعيش بقى. حاجه الوحشه ان فروعها قليل، فانت لما تيجي تعمل ايداع عشان تشتري حاجه مش هتلاقي الفروع منتشره قوي بتاعه المصرف المتحد. بس الصراحه بنك نظيف ومعاملاته نظيفه جدا. خلاص جبنا الحاجه الفلوس اللي نشتري بيها بقى نشوف هنشتري. فانا هتكلم عن تجربتي انا الشخصيه اللي انا اشتريت الحاجات فيها واللي اقدر افيدكم فيها بدون شك. وطبعا ان شاء الله في الفيديوهات الجايه هيكون في حاجات ثانيه انا اشتريها من بره وبرده مستني تجيلي وتوصل لي، وان شاء الله هعمل فيديوهات عنها وازاي اشتريتها. فما تنسوش تشتركوا في القناه، انك تدوسوا على السبسكرايب من تحت او من فوق او ايا كان يعني، وتفعلوا الجرس بتاع التنبيهات. نرجع لموضوعنا. خلونا نبدا اول حاجه باللبس. بلاش لبس بلاش لبس بلاش لبس، بلاش تشتري لبس من بره. انا بتكلم عن المعاملات الفرديه او اللي هي السلع الفرديه. التجار والحاجات ديت بيجيبوا باسعار ثانيه، فانت هتتحاسب على قطعه فرديه او قطعه فرديه هتحاسب عليها جمارك كتير جدا. يعني انا مثلا قلت لكم ان انا جايب الجاكيت ده ب 120 جنيه بس دفعت عليه جمارك هنا، هتشوفوا دفعت عليه كام بعدين. فالحاجه اللي اقدر افيدكم فيها هي الموبايلات. عشان اول مره تتفرج عليا انا اصلا بعمل ريفيوهات ومراجعات للموبايلات. هاخد لك كده لفه في الشانل هتلاقي مراجعاتي، يمكن اقدر افيدك باي حاجه. انا اشتريت موبايلات كتير قوي ليا ولاصحابي من على مواقع كتير، بس اكتر موقع بحبه انا الصراحه وبشتري منه دايما هو علي اكسبريس. الحلو في علي اكسبريس انه ارخص اسعار واحسن اسعار. الوحش اللي فيه ان اللي عليه تجار يعني مش الموقع هو اللي بيبيع، ده تاجر. فهنا بقى هنيجي بقى لحته الامان. فزي ما قلنا العيب الوحيد اللي على علي اكسبريس هو التجار. يعني مثلا لو دخلنا على الابلكيشن كده بصينا مثلا لو عايز تشتري موبايل فلنقول مثلا شاومي ريدمي نوت 4 اكس اهو، هتيجي تخش هنا هتلاقي كذا واحد عرضه ظهر لنا كده اهو، كذا واحد بيتباع. الحركه اللي انا بحب اعملها هنا في كلمه بيست ماتش ديت اختار نمبر اوف اوردرز اللي هو اكتر عدد من الاوردرات. ليه بقى بحب اختارها كده؟ علشان يظهر لي هنا اهوت لما اختار هيظهر لي هنا اكتر موبايل الناس طلبته. هنا في اهوت هنا 7326 ده اول واحد. فطبيعي لو الموبايل دوت وحش او البياع اللي بيبيعه دوت وحش اكيد ما كانش فيه 7000 واحد طلبوه. فمثلا لو عايز اشتري دوت فهروح داخل عليه ادوس عليه كده عادي. فالموبايل اهوت عندنا مثلا في 7285 اوردر هنا اهو. هتنزل تحت هنا هتلاقي اهم حاجه الفيدباك اللي تقراها. هنا الناس اللي اشترت الموبايلات ديت بيقولوا ايه. هتخش هنا طبعا هتلاقي ناس كتير هي تحط صوره الموبايل ورايهم في الموبايل. قليل قوي لما تلاقي الناس حاطه فاهم نجمتين او 3 نجوم، ده دول ان الموبايل اصلا ايه في عيب. فهتلاقي هنا طبعا قلب مع نفسك هتلاقي حتى الصور اللي بتاكد ان الموبايل وصل لهم تمام. هنا هتشوف بقى عدد الفيدباك اللي على الستور دوت، والناس فعلا بتقول ايه على الموبايل وبتقول ايه على الستور والبياع دوت. وهتلاقي طبعا الايتمز اللي هو بيبيعها هنا هي 240 الفولورز عنده قد ايه. ممكن تخش على الستور بتاعه وتتاكد ان هو بياع محترم. بعدين طبعا لو عايز تشتري موبايل هتخش هنا هتلاقي البندل. الستاندرد دوت هو الموبايل العادي اللي من غير اي حاجه.
هنا هتختار الوان الموبايل. طبعا كل موبايل هتلاقي ايه السعر بتاعه بيختلف، يعني مثلا الروز $139، الاسود هيبقى نفس السعر، الازرق 133 وهكذا. هتختار طبعا انت عايز واحد ولا اتنين بس، وهتروح دايس ايه باي ناو. هيطلع لك هنا الاوردر ايه كونفirmation. اهم حاجه العنوان دوت اللي هيوصل لك عليه الايه الموبايل، فهتدوس اد ا نيو ادرس. فاول حاجه عندك هنا طبعا الاسم هنا والرقم. الاهم من الاسم والرقم هو العنوان طبعا اللي هتكتب عليه، والبلد طبعا مش يونايتد ستيت، هتكتب ايجيبت عادي. والبوست كود دوت مهم، هحط لك موقع تحت هتعرف فيه ايه هو رقم مكتب البريد بتاعك، فانت هتخش على الموقع دوت وهتعرف انت اقرب مكتب بريد منك ايه، تاخد الرقم بتاعه وتحطه في البوست كود ده. وطبعا هتحط هنا البيمنت ميثود اللي هي طريقه الدفع، هتحط هنا رقم الفيزا اللي انت عملتها سواء كانت بتاعه البنك الاهلي او المصرف المتحد. وهتلاقي طبعا يقول لك حط ال 15 او ال 14 رقم اللي هم مكتوبين على البطاقه، وهتقلب البطاقه هتحط التاريخ وهتحط فيه 3 ارقام كده من ورا البطاقه. انت طبعا هتتبع التعليمات هتعرف يعني. هنا بيقول لك ان انت في الحته ديت الاوبشنال مسج ديت ان انت ممكن تسيب رساله للبياع. فانا هنا هكتب لكم رساله تخليه يكتب لكم ان الموبايل لما يجي يكون سعره كده، هنعرف ديت بعدين بس. فهتروح دايس بعدها باي ناو وبس، وتبقى انت كده خلاص اكدت على الاوردر وتمام وكل حاجه. هنيجي للخطوه اللي بعدها. المواقع الثانيه اسهل، جيك باينج وبانجود وجير بيست اسهل في طريقه التعامل في عمل الاكونت وفي تدخيل البيانات من علي اكسبريس. بس علي اكسبريس انا بحسه امن الصراحه، حتى خدمه العملاء بتاعتهم محترمين جدا جدا جدا. وتبقى كده خلاص اكدت على الاوردر وكله تمام. التبس بقى اللي قلتها لكم اللي هي حته انك تسيب رساله للبياع ديت، انا هقول له ان هو يقول ان الموبايل دوت سعره، يعني انت مثلا لو جايبه ب $200 تقول له ان خلي الموبايل ب $100 او 120. ليه بقى؟ بس طبعا ما تشغلش دماغك وتستنصح وتخليه يكتب $40 وكده. هو هنا الموبايل لما بيجوا، يعني لو انت مثلا شاري موبايل مش موجود هنا في مصر فبياخدوا بسعر البياع كاتبه، تمام؟ لو انت مثلا شاري ايفون او سامسونج فهم يعرفوا سعره هنا كام ويحسبوا الضريبه او الجمارك على اساس سعره في مصر. فانت لو شاري ان موبايل مش موجود اصلا هنا في مصر فهياخدوا السعر البياع حاطه لك، فعشان كده تقول له ان هو يكتب ان سعره 120 او 100، وما تشغلش دماغك وتحاول تقلل في السعر قوي، لان هم كده كده اصلا ما يعرفوش سعره كام. بس ما تبقاش برضو ايه غبي قوي يعني. بعد ما تدفع بيقعد مثلا من 24 ل 48 ساعه بيعملوا حاجه تاكيد للدفع، يقول لك ان الفلوس خلاص سحبت من الفيزا ووصلت لهم وكل حاجه. بعد ما بيوصل بيطلع لك على الابلكيشن حاجه اسمها تراكنج نمبر. لما تخش في ماي اوردرز من على الشمال هجيبها لكم دلوقتي، هتلاقوا حاجه اسمها ماي اوردرز. هتخش على ماي اوردرز هتلاقوا طبعا الموبايل اللي انت طلبته او ايا سواء كان اللي انت طلبته، هتلاقوا حاجه اسمها تراكنج نمبر، رقم تتبع. رقم التتبع ده بقى اهم حاجه، دوت هو اللي هتعرف الموبايل وصل فين او الموبايل اتحرك ودلوقتي هو واقف فين. في الغالب الشحنه بتقعد يعني مثلا هي مالهاش ميعاد معين، بس هي بتقعد من اسبوعين مثلا لشهر ونص شهرين. ساعات مره جات لي في 12 يوم ومره جات لي في شهر ونص. فانت طبعا هسيب لك موقع تحت في الديسكربشن في تتبع بتاع، هسيب لك كذا موقع يعني في تتبع بتاع الشحنه. مش كل طبعا ساعه تخش تتاكد تشوف الموبايل وصل فين، لا يعني اتقل شويه كده، كل مثلا 4-5 ايام تخش تشيك عليها وتشوف هي وصلت لفين. اول ما يكتب لك رمسيس تعرف ان الموبايل كده وصل مصر. وطبعا مش اول ما يوصل مصر تروح لهم على طول في الجمارك، انت تستنى شويه كده، تقعد يعني مثلا 4-5 ايام، يكون برضو ايه هو اول ما وصل ما بيفتحوش، بيكون عندهم شحنات كتير، فهم بيقعدوا شويه على ما يفتحوا الشحنه بتاعتك ويراجعوها ويعرفوا ان ديت موبايل ويجمركوها وكده. فانت تستنى 5-6 ايام، بعد كده تبدا ايه تروح على رمسيس. صح الصبح كده نازل الساعه 8 كده ورايح على رمسيس، شارب كده قهوتك كده وفطران وكل حاجه عشان هيطلع هناك. الموضوع مقرف حبتين، انت عارف طبعا اي حاجه تعاملات في حكومه او اوراق حكوميه انت عارف طبعا الموظفين عاملين ازاي، فلازم تبقى عارف ازاي امتى تزن عليهم وامتى تبقى هادي وبارد معاهم. المهم هتاخد المترو يا سيدي وهتروح رايح تنزل محطه مترو رمسيس. هتطلع من هناك هتلاقي جامع الفتح هتخليه في ظهرك وهتروح ماشي، هتلاقي هو المبنى معروف، المكتب المريض بتاع الجمارك معروف، اسال اي حد هتلاقيه. هتروح هناك يسالك انت رايح فين، هتروح قايل له انا عندي طرد في الدور الرابع عايز استلمه. هتطلع الدور الرابع، هتروح رايح، اول ما تطلع من الاسانسير هتخش شمال هتلاقي مكتب خدمه العملاء. التراكنج نمبر او رقم التتبع اللي احنا قلنا عليه دوت لازم يكون معاك في ورقه. هتخش هناك على الموظفه تقول لها انا ليا شحنه عايز اعرف دخلت او اتفتحت ولا لا. هتخش هتديها البتاع ديت، هتديك ورقه، هتروح رايح بعدها على تقول لك روح عند استاذ سمير او استاذ فلان علان ايا كان يعني. هتروح رايح للراجل دوت هيفتح لك شحنتك، لما يتاكد ان فيها موبايل ويعرف ان فيها موبايل هيروح مديك حاجه اسمها طلب افراج عن الموبايل. الخطوه اللي بعد كده بقى اي حاجه جايه من بره فيها واي فاي او بلوتوث بتضطر تتعرض على حاجه اسمها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
اي حاجه جايه، سواء كانت لعبه، ريموت، كاميرا، اي حاجه. فانت هتروح واخد الطلب، حاجه اسمها طلب افراج، وتروح رايح هناك، هتنزل هيقول لك هات لي الطلب دوت، هتروح نازل من المكتب دوت وتروح رايح تركب. هم هيقولوا لك اركب حاجه اسمها الحي السادس، مالكش دعوه بيهم، انت هتنزل هتركب حاجه اسمها عربيات اللي رايحه اول عباس، اي حاجه بتطلع كوبري اكتوبر. انت هتنزل اول ما يطلع كوبري اكتوبر وينزلوا، هتخلي تقول للراجل على جنب يا اسطى نزلني على اخر ايه الكوبري، تدخل اول دخله يمين. اول دخله يمين ديت هتفضل ماشي حوالي مثلا 200 متر 300 متر كده، هتلاقي الجهاز المركزي لتنظيم الاتصالات على يمينك، هيكون معاك طلب الافراج اللي انت خدته من مكتب الجمارك، وتروح رايح على خدمه العملاء تقول لهم انا عايز ايه، موافقه على الورقه ديت. هتقعد مثلا تستنى على حسب الزحمه من نص ساعه لساعه لساعه ونص على حسب يعني. هيمضي لك على الورقه وياخد بطاقتك وياخد الورقه وكل حاجه، وتروح رايح ساعتها طالع معدي الشارع الناحيه الثانيه وتركب اي حاجه رايحه رمسيس. هتلاقي اللي هو اتوبيس هيئه النقل العام هيرجعك على طول على رمسيس، هينزلك قدام مكتب البريد بالظبط. طبعا خلاص معاك الموافقه اللي هو بتاعت المسجون اللي انت جايبه دوت، وتروح طالع على المكتب هناك وتقول لهم خلاص خد يا سيدي اهيت الورقه اهي. هيقول لك روح مش عارف امضي لي هنا وامضي لي هنا. فانا لما رحت اصلا الورقه اللي هو قال لي روح اختمها من هنا واختمها من بقيه الموظفين ديت، كان مكتوب فيها ان الطرد متسعر بقيمه 4000 جنيه. فانا طبعا ما كنتش دافع في الموبايل اصلا 4000 جنيه، كنت دافع 3000 جنيه. فانا كده القيمه بتاعت الجمارك اللي هدفعها هتبقى اعلى بكتير. القيمه بتحسب على ايه؟ انا هحط لكم موقع تحت، الموقع دوت فيه كل حاجه انت تعرف تحسب قيمه الجمارك بتاعتها او الضريبه بتاعتها قد ايه، سواء كانت موبايلات، سواء كانت لبس، سواء كانت اي حاجه هتعرف تحسب القيمه بتاعتها. هيقول لك مثلا 35%، 40%، 12%، دي معافاه خالص من الجمارك. فلو هنتكلم دلوقتي عن الموبايلات هي كانت 14%، فلو 14% من ال 4000 يعني كان هدفع كتير. فلما كلمت الراجل وقلت له ان انا اصلا مش دافع في الموبايل 4000، فنزلها لي لحد 2800 تقريبا، فدفعت طبعا قيمه اقل بكتير. بالنسبه بقى للجمارك اللي على اللبس بقى، هي يعني حاجه يعني، فاكر الجاكيت اللي قلت لكم ان انا جايبه ب 120 جنيه دافع عليه جمارك 290 جنيه، فعشان كده بقول لكم ان مش عارف اصلا بتسعر ازاي الجمارك على اللبس. الكفر دوت كنت جايبه ب 18 جنيه دافع عليه جمارك، هم ما دفعتش عليه، هم قالوا لي ان الجمارك بتاعته 150 جنيه. لو انا اصلا جايب الكفر ب 18 جنيه هدفع عليه جمارك 150، فقلت لهم لا. فعشان كده الموقع اللي بقول لكم اللي انا سايب لكم تحت دوت هيساعدكم في ازاي تحددوا القيمه بتاعه الجمارك والضرايب بتاعه اي حاجه انتوا تشتروها. بس بعد ما يحسب لك الحسبه ديت ويقول لك ورقه تروح تدفع في الخزنه وتستلم حاجتك ومبروك عليك يا سيدي. الموضوع سهل؟ هو لا مش سهل، بس يستاهل. يستاهل جدا، خصوصا لو انت محكوم بسعر معين او عايز حاجه تشتري حاجه جوده احسن وسعر ارخص ومش موجوده هنا في مصر. فهي لفه شويه وتنتظر وقت شويه، فيها مخاطره، فيها مخاطره، بس لو انت اتبعت التعليمات دي الصح ان شاء الله مش هتلاقي اي حاجه. لو حد يحتاج اي حاجه او حد عنده اي تجربه مماثله، حصل له اي حاجه، عنده طريقه اسهل. طبعا الطريقه ديت بعيد عن DHL وشوبل شاب والحاجات دي كلها، علشان ديت الطريقه يعتبر الطريقه المجانيه، انت ما بتدفعش يعتبر شحن خالص، 3/4 الحاجات شحن مجاني. DHL وشوبل شاب انت بتدفع الخدمه بتاعتهم، والجمارك بتبقى اكتر اصلا من الجمارك وتسعير، وبياخد وقت، هو بياخد وقت اقل الصراحه، بس الموضوع بتدفع اكتر بكتير. بس فيا رب اكون فدتكم يعني على قد ما اقدر. ولو حد عنده اي تجربه مماثله، عنده اي مشكله حصلت له، اي حاجه، عنده طريقه اسهل او اي حاجه، ولو وقفت معاه مشكله يكتب لي في الكومنتات تحت، وان شاء الله نعرف نفيد بعض كلنا. بس كده.